وصلي وربنا هيوفقك. ابدأ وصلي وربنا هيعينك. ابدأ وصلي وربنا سبحانه وتعالى هينصرك على نفسك. ابدأ وصلي وربنا هيقبل لما انت تحسن الظن بالله، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم. إخوتاه، لماذا نصلي؟ أولا، الصلاة أم العبادات. الصلاة إيه؟ أم العبادات. سبحان الملك، سبحان الله العظيم. الصلاة دونما سائر العبادات أمر الله أن تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا. أمر العبد حال الصلاة أن تستغرق الصلاة قلبه ولسانه وجوارحه. واحد يقول شفت هو ده بقى اللي مخليني ما بصليش، عشان اما بصلي بسرح. اقول لك لا، صلي برضه ايه؟ صلي واسرح، وجاهد انك ما تسرحش، واستعين بالله وربنا يعينك ويوفقك ويجعلك تصلي من غير ما تسرح ان شاء الله. قال تعالى وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. إن في الصلاة لإيه؟ لشغلا. فحرم على المصلي الأكل والشرب والالتفات والحركة، بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات تفرض على بعض الجوارح دون بعض. الصائم يباح له انه يتكلم صح ويتحرك ويروح يجي. المجاهد يتلفت ويتكلم. الحاج يأكل ويشرب. اما الصلاة فجمعت كل انواع العبودية. الصلاة فيها شبه من الحج استقبال القبلة، وفيها شبه من الصيام منع الاكل والشرب، فيها شبه من الجهاد الثبات والانتباه والتركيز. عبودية شاملة للقلب والعقل والبدن واللسان. فللسان عبودية اللسان في الصلاة الشهادتان، التكبير، التعوذ، البسملة، تلاوة القرآن، التسبيح، التحميد، الاستغفار، الأدعية. أما الجوارح فالركوع والقيام والسجود والاعتدال، خفض ورفع وقعود. العقل عبودية العقل في الصلاة التدبر والتفكر والتفهم والتفقه. أما عبودية القلب في الصلاة خشوع ورقة، خوف وطمع، التزاز، ضراعة، بكاء. سبحان الملك. أنا اللي ما بيصليش بعتبره محروم. مش عارف شريط ايها المحروم ناقص من السوق ليه اليومين دول. ها ايها المحروم، بقول المصلي ده محروم والله. يا سلام يلي ما بتصليش، لو تيجي مرة تقف عشان تصلي وتستشعر قول رسول الله. لسه ما بتصليش على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يا سلام لما تعيش دي، لما تحس دي انك واقف تصلي كده ايديك على صدرك وحاسس ان ربنا الله جل جلاله ينصب وجهه